يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. كنت حاسس ان انا مشغولها تاني، وحشتوني جدا. يلا نبتدي فيديو جديد. فيديو انا بشوفه مهم قوي لاي حد عايز يكون بروفيشنال فوتوغرافر، بروفيشنال فيديوغرافر، يكون ليه مكان في السوق بتاعنا. جايب لكم 6 حاجات من واقع خبرتي انا عديت بيهم عشان الناس تقول عليا ان انا راجل بروفيشنال، ان انا راجل استحق العميل يثق فيا ويديني شغل ويدفع التكلفه اللي انا عايزها. فيلا بينا. قبل ما ندخل الفيديو محتاج اشوف الدعم بتاعكم بقى، لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لو انت مش موجود في القناه. عايزين نرجع كده نلاقي في حماس وتحفزوني عشان ارجع اعمل فيديوهات كتير زي الاول. اول حاجه هتكلم عليها هي اختيار التخصص بتاعك. لازم قوي عشان تكون بروفيشنال فوتوغرافر وعميل يثق فيك ان انت تكون متخصص في حاجه معينه. ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان العميل يخش يتوه عندك، ما يبقاش عارف انت بتصور ايه بالظبط. كويس ان انت تاخد فتره تخبط في كذا تخصص او تحاول ان انت تجرب حاجات كتير لحد ما تلاقي نفسك في حته ما تملش وانت بتشتغل فيها. يعني انا ممكن اتصور كل الحاجات بس انا ما بملش مثلا وانا بصور بورتريه، فهي دي الحته اللي انا بقيت متخصص فيها. انت كمان حاول تجرب اكتر من تخصص وتخصص في حاجه او 2 بالكتير، بحيث ان العميل بتاعك يعرف انت بتعمل ايه ويبقى شايفه كويس، ما يتوهش وهو داخل يتفرج عندك ويبتدي يديك شغل عن ثقة. رقم 2 ودي مهمة قوي، ان انت تعمل لنفسك مكان. عشان تكون بروفيشنال والعميل يثق فيك لازم يبقى عارف انت فين، مكانك فين. مش مهم المكان دوت يكون بقى مكان خرافي، لا، مهم ان هو يكون مكان العميل ممكن يجي لك فيه، مكان ممكن تستقبل فيه حد، تسلم فيه حد. ايا كان المكان دوت شكله ايه، حتى لو مكان صغير لازم يكون ليك مكان عشان يتقال عليك ان انت بروفيشنال. ده مكانه في الحته الفلانيه، ده معروف ان هو تراستد، ده معروف ان هو هنروح له هناك. فاعمل نفسك مكان. رقم 3، قبل ما تصنف نفسك كبروفيشنال لازم ترتب المعدات اللي انت محتاجها. يعني المعدات مش بتنتهي عند الكاميرا. المعدات كاميرا وعدسة وإضاءة وكمبيوتر والديسك اللي انت تقعد فيه والمكان اللي انت قاعد شغال فيه، الورك سبيس ذات نفسها، كل دي معدات انت بتكون محتاجها. فعشان تكون بروفيشنال تاخد فلوس، ويعني خلوني اشرح كلمة بروفيشنال ده مش الحد الجامد اللي بيعمل صور خرافية فهو كده بروفيشنال يعني هو بيجيت بيد، يعني بياخد فلوس مقابل الخدمة اللي هو بيقدمها. فانت مادام بتاخد فلوس فانت بروفيشنال، فعشان تاخد فلوس لازم يكون عندك المعدات اللي تخليك تاخد فلوس. نيجي بعد كده المرحلة المهمة قوي، ان انت تعمل لنفسك مكان العميل يشوف شغلك فيه. انا لو داخل احجز معاك انا محتاج اشوف شغلك، اذا كان بقى ويب سايت وده بيبقى حاجة شيك جدا للعملاء وبتستهدف فئة كويسة قوي من العملاء، او يكون الانستجرام، يكون بيهانس، يكون جروب على الفيسبوك. ايا كان المكان اللي انت هتعرض فيه شغلك محتاج ان انت تعرضه بطريقة منظمة، بحيث ان انت لما يجي عميل يحجز معاك هيقولك عايز اشوف شغلك، فتبعت له لينك لحاجة يبتدي يتفرج عليها. ولازم تكون الحاجة دي منظمة، ودوت هيرجعنا الرقم 1 اللي احنا قلناها، ان هو لو دخل على الانستجرام عندك ولقى صورة ويدنج مع صورة برودكت مع صورة سبورت مع صورة بورتري مع صورة حنكلولو، مش هيبقى الموضوع ألطف حاجة وهيتوه. لو هو عايز مثلا يصور ويدنج فهو شافك مصور شوت ويدنج في وسط 4-5 سيشنات، فما بقاش حاسس ان انت التخصص بسيطة دوت. هتيجي بعد كده قبل برضو ما تبتدي تتعامل مع العميل ان انت تحدد سعرك وتحدد الباكجات بتاعتك. خليني اقول لك نظريه بسيطه كده من وجهه نظري في تحديد السعر. انا بشوف المعدات اللي معايا ايه، المستوى اللي انا بقدمه عامل ازاي، وببتدي اشوف الناس اللي حواليا في نفس الاريا، في نفس الحته اللي انا بعملها، عندهم او قريبين من نفس المستوى بتاعي وعندهم معدات قريبه من المعدات بتاعتي، وابتدي اشوف الاسعار بتاعتهم وابتدي احط متوسط للاسعار ديت وابتدي بيه لنفسي، بحيث ان انا اكون في الاول سعري مش زيهم، لان هم هيكون بقالهم شويه وعندهم بورتفوليو كويس، عندهم الشغل بتاعهم معروض بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت ما اكونش قللت قوي من القيمه بتاعتي. واحط في حسابي الحاجات ديت، ان انا اطلع رنت للمعدات بتاعتي، ايجار كاني مأجرها، اسعره كاني مأجرها، واحط المواصلات بتاعتي، واحط تكلفه الايديت، واحط كمان سعر او ثمن لتعبي في اليوم. ومع الوقت بيبدأ الرقم دوت يزيد والسعر بتاعك يزيد. دوت الخلطة اللي أنا بشوفها ينفع إن أنت تسعر بيها شغلك في الأول. رقم 6 هي خطة تنشر بيها شغلك. شغلك مش بس بيتصور بيتعمل له إيديت بيتنشر على السوشيال ميديا وخلاص كده. أنت محتاج من وقت للتاني إن أنت يكون عندك ناس تقدر إن هي تشير لك الشغل دوت، ناس متشافة، ناس معروفة،
زي بلوجرز، تعمل كولاب مع حد معروف، مع ممثل، مع ممثلة، مع تيم كفاشون معروفين، بحيث ان شغلك يتشاف على مساحة اكبر. انا بشوف ان ديت من احسن الخطط اللي انت ممكن تنشر بيها شغلك من وقت للتاني. حط عندك شوت فور فري يكون بدماغك، يكون كلاب، وتختار التيم بتاعه بعناية عشان كل واحد فيهم يقدر يعني يوزع او ينشر الشوت بتاعك او الشغل بتاعك على اكبر مساحة ممكن. في اخر الفيديو محتاج اقول لك حاجة مهمة قوي عشان تعرف يكون ليك مكان في السوق. انت محتاج ان انت تحوط نفسك بناس تحفزك طول الوقت انك تفضل تتقدم وتطور في شغلك. الناس ديت ممكن تكون التيم بتاعك، واحنا الشغل بتاعنا بيبقى ناقصه كتير قوي لو ما فيهوش تيم. يعني لو انت اللي بتصور وانت اللي بتعمل اديت وانت اللي بترفع شغلك وانت اللي بترد على العملاء وانت اللي بتديل مع العميل وانت اللي بتاخد ديبوزيت وانت كل الحاجات ديت لوحدك صعب. انت محتاج ناس تانية يكون ليها نظرة او متخصصة او فاهمة في الحتة اللي هي هتعملها اكتر منك. انا مثلا بحب ان انا يكون عندي الاديت مش انا اللي اعمله، يكون عندي اديتورز، ناس بروفيشنال في الحتة بتاعتهم، بحيث ان يكون في عين ورأي تاني بعد اللي انا بعمله. انا بجيب اخر الكرياتيفيتي بتاعتي في الشوت اللي انا بعمله، وهو يروح يجيب اخر الكرياتيفيتي بتاعته، فالدنيا تبقى قايمه. حد للسوشيال ميديا يقدر يعمل لي اعلانات، مش لازم اكون انا اللي بعمل لنفسي. حد يقدر يعمل لي علاقات عامه مع الناس، مش لازم اكون انا اللي بعملها. يعني حد زي انا مش اجتماعي قوي، فببقى محتاج مثلا حد يعرف ان هو يورجنايز او ينظم شوتس مع ناس معروفه. الحاجات ديت مهمه قوي. لو بدات ان انت تحوط نفسك بناس او ما تحوطش نفسك خالص بحد وبدات ان انت تاخد المشوار لوحدك، صدقني الموضوع هيبقى اطول كتير جدا. في الاخر شكرا لكم جدا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.